دي تقريبا كده من اكبر وارخص الصواني اللي انت ممكن تكون شفتها السنه دي. المكان ده مشهور قوي في الاميريه وناس كتير قوي رشحت لي ان اجربه، وقالوا لي كمان ان هو من انضف وارخص الناس اللي بتعمل مشويات، فطلبنا من عنده كذا حاجه كده نجربوهم من غير ما ندفع كتير. والصينيه دي بقى بتبقى عباره عن نص فرخه وربع طرب وربع كباب وربع ممبار وربع محشي واربعه حمام وملوخيه واربعه شوربه. والصينيه دي تكفي اكتر من 4 افراد، واسعار الصواني بتبدا من عندهم من 640 جنيه واغلى صينيه عندهم ب 1750 جنيه. والصينيه اللي نزلت دي هقول لكم على سعرها في اخر الفيديو. وانت قاعد هناك بقى هتلاقي صواني رايحه وطواجن جايه هتفتح نفسك على الأكل. بدانا بقى باول حاجه وهي الموزه الضاني. اللحمه كانت ولا ان هي مستويه قوي فناشفه، ولا اللي هي طريه قوي فتحسها نيه. السوا بتاعها كان مظبوط وهو ده اللي انا بحبه. التتبيله بتاعت الموزه مش اوفر قوي وواضحه، وكمان حاسس بطعم اللحم. وهو اللحم اللي بيستخدموه لحم برقي، وده بيبقى نسبه الدهون فيه قليله، وده بفضله بكتير عن اللحم العادي. فين انت بقى لما بتبقى بتاكل الاكله اللي انت بتحبها وهي المشاوي؟ ندخل بقى على الصينيه دي ونبدا باول حاجه وهي الحمام. طبعا انتوا هتكتبوا لي في الكومنتات دلوقتي ان هي مش بتتاكل كده، هي بتتقسم من النص، بس انا بحب افتحها كده عشان اكل اللحم اللي جوه. مش حلوه التتبيله بتاعت الحمامه ذات نفسها اصلا، بس مشكلتي معاه ان هي برد. جربنا الطرب برده ومن منظره كده تقول عليه جوسي، طعمه حلو قوي. ده بقى اللي لازم من اول ما تروح هناك تجربه. والطحينه دي برده عالميه. اخدنا بقى صباع كفته كده ومن منظرها هتقول ان هي مرمله. صباع الكفته ماسك نفسه والتتبيله بتاعته قويه قوي. جربنا برده الكفته المبططه، ودي بتبقى كفته عاديه بس معموله بشكل البرجر. دي حاجه جديده هم عاملينها بس حلوه قوي. جربنا برده الريش الضاني، واللي مميز طعم اللحمه عندهم ان هي لحمه برد. انا اتصدمت من طعمها وقوه التتبيله بتاعتها. جربنا برده كمان في الصينيه دي المحاشي. جربنا البتنجان والورق عنب، الرز مع الشبت مع الخضره مخليه التيست حلوه قوي. دخلنا بقى على الفراخ، والفراخ بيضه قوي ونضيفه من جوه. الفراخ بيضه من قلبها بشكل غير طبيعي. حسيت ان التسويه بتاعت الفراخ كانت عايزه تقل شويه عشان تبقى اطرى من كده. اللحمه الشوايه دي برده عجبتني قوي من هناك، معموله على الفحم. نزل لنا برده في الصينيه دي رغيفين حواوشي كهراوي مشويين على الفحم. دايما بالنسبه لي حواوشي يعني تتبيله الحواوشي حلوه قوي وقويه، وكمان العيش واخد الكراست كده فبيقرمش معاه. نشرب بقى كده ميه السلطه وربنا يستر. باين عليها ان هي سبايسي قوي. نور باين عليها. احنا كده خلصنا الصينيه دي، ندخل بقى على الطواجن. جربنا طاجن الملوخيه ده، ونعمل بقى ودن قطه كده وندوق. الشوربه اللي معموله بيها الملوخيه مظبوط. ندخل بقى على طاجن اللحمه بالبصل ده. اللحمه فيه مستويه كويس وشاربه التتبيله بتاعت البصل، وكمان السوا بتاع اللحمه مظبوط، ما تحسش ان هي ناشفه ومفتله. جربنا برده كمان الصدوق الكهراوي. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي. والصدوق الكهراوي بيبقى رفيع كده بالشكل ده. ورقه اللحمه دي بقى عندهم حكايه، هتعجبك قوي يا غالي، بالذات لو اكلتها بالعيش. جربنا بقى كمان الكبده الاسكندراني، وطبعا كبده اسكندراني يعني طحين. المكان بيقدم كل حاجه مشويه تقريبا وبجد تحفه، وجربوه. والمكان ده بقى هو كبابجي شعبان اللي موجود في الاميريه عند ميدان السواح. هسيب لكم برده المنيو بتاعهم وكل التفاصيل. كان معاكم جو ناصر.